قصة تريد أن تختم فيها. نعم، تكمل هذه القصة. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر، كان يلعب كورة. لسه هذه القصة جديدة. كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن. قام استأذن، وقف. قالوا له باقي على الأذان نص ساعة. قال نص ساعة؟ أنا كل تراب، أبغى أغتسل، تروش، استحمى، أتوضأ وأروح المسجد. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقول له جاء عند طرف الملعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعر بنغزة في صدره. فزهم يا فلان تعال. قال له ايش بقى؟ قال له شاعر بنغزة في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له كاسه قاروره المويه الصحه الصغيره وحاسله. يعني الشاب هذا، شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه، قبل يرفعها على فمه، قاروره قبل يرفعها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما كمل القتال، يزوج على كبوت السيارة، نطق الشهادة وآخر كلمة ومات. إيش الشاهد في القصة هذه؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس، باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجة من قريبته من دولة عربية، جايبين له التصريح وفرحان، ووحيد أم وأبوه. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهزه. دخلت عليه في الغرفة وهو بملابسه الرياضية، حتى الشراب ما خلعوا منه. إيش الشاهد في القصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وأتذكر إنه كان يلعب زي الحصان مع زملاء، والآن جثة هامدة، وبكرة أنا، وبكرة أنت، وبكرة فلان. فين عدنا هذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، واللطم من الجاهلية. لكن الموقف كان محزن. ايش تقول له؟ تهزه، تمسكه من حوايجه، تقول له قوم يا فلان، انت ما انت ميت، انت دوبك تاكل. مو مصدقه. تقول له انت دوبك قاعد تاكل معايا، انت ما انت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا بوكاله، تخبط فيه، تقول له انت ما انت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حرص؟ كان منظر لا يستطيع أحد تحمله. لكن أسأل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاح وبار لوالديه، وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. أشكرك شيخ شكر جزيل على صبرك ويانا في 3 حلقات. يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة، تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب، خرج لأجل الصلاة. كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه. الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا بليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة. تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فينا يضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.